السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كفر للبفات اللي بتكون عندك في البيت، سواء بفات اوضه النوم او اي بفات موجوده عندك. انا البف ده زي ما حضراتكم شايفين فيه عليه بقع زيت، لان هو بتاع الترابيزه بتاعه الاكل، فحاولت اطلعه ما بتطلعش. فهنشوف النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض ازاي كفرات تكون سهله جدا، ان شاء الله تعجبكم. زي ما حضراتكم شايفين كده انا اخترت القماشه دي، هي كانت متبقيه من القماش بتاع كفر الانتريه، كنت منزله لكم الفيديو بتاعه. اول حاجه عملتها ان انا جبت القماشه، هي كانت مربعه، حطيتها على البف. لو انت البف عندك مربع عادي حطيها، وابتدي ان انت خدي بالمقص حوالين داير. انا عشان عندي على شكل مثلث فحطيتها برضو، وقعدت ان انا اخد حواليها، بس ظبطتها الاول على شكل مثلث عشان ما يهدرش معايا قماش اهو. وابتديت قصيت حواليها زي ما حضراتكم شايفين، مشيت حواليها كده بالمقص بكل سهوله. تمام كده اهو، غطى من فوق. عايزين بس نعمل لها من هنا كده زي كنر، بحيث ان هو يمسكها مش اكتر. تمام، شايفين انا قصيتها ازاي؟ قصيتها كده من هنا، شايفين كده حضراتكم؟ يا رب تكون واضحه. انا يا دوب قصيت اهو حوالين داير، هقص بس الكنر. وكان عندي حته قماشه مطوله قصقصتها كده زي شرايط زي ما حضراتكم شايفين، يعني اقل من كف الايد كده اهو، بطول الدوران بتاع البف، سواء بقى زي ما قلت لحضراتكم مثلث او مربع. شايفين اهو. هتبقى كده بقى حوالين داير، وخيطها فيها طبعا على المقلوب زي ما عودتكم. انا كل حاجتي بعملها على ايدي من غير مكنه خياطه، فبحب ان انا اخيط الحاجه على المقلوب على الحاجه نفسها اللي انا بعملها، عشان تسهل عليا وفي نفس الوقت ما تاخدش معايا وقت في الخياطه. كده يا حبايبي انا خلاص قلبت الجزء اللي من فوق ده على الظهر بتاعه، يعني من تحت الوش ومن فوق الظهر اهو. تمام، وبرده الكنر اللي هعمله حوالين داير هخليه على الظهر بتاعه، من الظهر اهو، الظهر اهو شايفين. وهبتدي ان انا اخيطهم كده مع بعض حوالين داير. لحظة بس الاذان هيخلص وارجع لحضراتكم تاني. شايفين كده يا حبايبي؟ خيطت الكنر اللي من تحت مع الجزء اللي هو من فوق اللي هو الوش، شايفين. هبتدي برضو ان انا اخيطها كده اهو، الف معاها حوالين داير بنفس الطريقة، واشد برضو الكنر والف واخيط. هبتدي ان انا اعملها كلها كده لحد الاخر، وارجع اوريها لحضراتكم الشكل النهائي بتاعها. شايفين كده يا حبايبي؟ بعد ما قلبته كده، بعد ما خلص خالص بقى شكله حلو على شكل جديد، وفي نفس الوقت هيحافظ لك على الحاجة بتاعتك. ايه رأيكم؟ انا كان نفسي والله يكون عندي سفرة عشان اعمل لكم الكفر بتاع الكراسي، بس للاسف مش عندي الترابيزة اللي هي العادية دي باكل عليها الحمد لله. يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم، وان شاء الله باذن الله لو محتاجين اي حاجه افصلها لكم على الايد، انتوا عارفين انا بعمل كل حاجتي على الايد بدون مكنه خياطه. اي حاجه تحتاجوها اكتبوها لي بس بعد اذنكم في الكومنتات، وانا تحت امركم ان شاء الله باذن الله هعملها. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامه.